والمتوسطة باسم جهة مجلس جهة درعا تافيلات، والذي تنظمه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعا تافيلات بشراكة مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ومجلس الجهة وعمالة إقليم زاكورا والمجلس الإقليمي لزاكورا والمركز الجهوي للاستثمار. اليوم احنا في الإقليم ديال زاكورا في إطار الملتقى الجهوي المقاولة الصغرى والمتوسطة اللي تنظم غرفة الصناعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات الغرفة الجهوية بشراكة مع جامعة الغرف وأكيد مع مجلس الجهة والمجلس الإقليمي وعاملة إقليم زاكورا. واللي هذا الموضوع ديال هذا الملتقى هو ريادة الأعمال، واللي جاب مواضيع جد مهمة اللي تستجب الطموحات ديال هذه الفئة ديال المقاولة الصغرى والمتوسطة في مواضيع مهمة كما قلت، اللي هي الولوج إلى التمويل، ثم كذلك مستجدات ديال الصفقات العمومية، وكذلك الرقمنة. والغاية من هذا الملتقى أكيد بأنه هذه المقاولة ديالنا تكون في مستوى التطلعات ديال البلاد ديالنا، ثم كذلك تخلق لنا فرص الشغل في المناطق خاصة في الجهة ديالنا، وهذا أكيد تيتقاطع مع الاختصاصات الذاتية ديال الجهة، واللي من هذا المنطلق تم عقد اتفاقية شراكة مع غرفة التجارة والصناعة، ثم كذلك مع المركز الجهوي للاستثمار وعدة شركاء آخرين للولوج إن شاء الله وللوصول إلى الرقي بهذا القطاع اللي هو جد مهم، واللي تتميز بهذه المناطق ديالنا هو كذلك دائما هو المقاولة المتوسطة والصغيرة، واللي غبنا كذلك أنه تستفد من الامتيازات والتحفيزات اللي جات بهم الدولة فيما يخص التشجيع ديال هذه الفئة اللي هي جد مهمة. واكيد بانه بغيناها باش تساهم فيما يخص رفع التحدي، وحنا كجهه دائما منفتحين على جميع المبادرات اللي تجي من هذه الفئه من اجل الوصول الى الهدف. ولا تفوتني باش الفرصه باش نشكر السيد عامل الاقليم اللي شرف على هذا الملتقى اللي هو جد مهم، بالاضافه الى كل الحاضرين، واللي اليقين بان هذا اللقاء ان شاء الله غادي ينجح نظرا للعدد اللي حاضر فيه والتتبع، وان شاء الله غادي نخرجوا ان شاء الله بخلاصات وتوصيات اللي غادي تعود بالنفع على هذه الفئه اللي هي جد مهمه.